السلام عليكم، اهلا بكم تاني مع برنامج 5 دقايق برمجة يوميا. النهاردة هيبقى ليسون 1 الدرس الاول ان شاء الله، وهنعمل فيه اول برنامج لنا. البرنامج ده اسمه هالو وورد. المبرمجين من زمان، من اول ما بدأت البرمجة من حوالي 60 سنة كده، اول ما يبدأوا تعلم اي لغة جديدة لازم نعمل برنامج هالو وورد. يعني احنا بنقول للعالم احنا اهو بدينا نعرف برمجة، فاحنا هنعمل برنامج ده النهاردة ببساطة شديدة. هنتعلم فيه 3 مكونات للبرامج اللي هي ليبل وتكست بوكس وبوتن. هنبدأ الأول بإن احنا نتعرف على واجهة البرنامج بتاعنا اب انفرتر 2، عشان لما نيجي نقول انا هعمل كذا في المنطقة الفلانية تبقى انت عارف احنا بنتكلم على ايه. هنشوف كده اول الجزء الاولاني اسمه ديزاينر. انت لما تبص على البرنامج كده هتلاقي في حتة موجودة اللي هي متعلم عليها كلمة ديزاينر، مصمم البرامج، اللي هي الجزء اللي فيها بنصمم الشكل. الجزء ده بيبقى فيه طبعا هو ظاهر قدامكم دلوقتي، متكون من 3 أجزاء أساسية. حاجة اسمها الباليت اللي هي اللوحة دي اللي فيها المكونات اللي بنستخدمها، وجزء تاني اسمه فيور اللي هو بيعرض الشكل اكن هو ده التابلت او الموبايل بتاعك اللي هيتعرض عليها الشكل. وبعد كده في جزء اسمه بروبرتس. البروبرتس دي هي اللي بتعرض خصائص المكون اللي احنا خدناه من اللوحة وحطيناه في الفيور. يبقى احنا عندنا اول جزء اسمه ديزاينر اللي هو المصمم، بنصمم فيه شكل البرنامج الخارجي. الجزء الثاني اسمه البلوكس او القوالب، والجزء ده بزرار صغير على جنب هتشوفه دلوقتي قدامك، هو اللي بيودينا على الصفحة اللي بنحط فيها الأوامر بقى بنجيبها منين؟ احنا قلنا ان مفيش أوامر، احنا بنستخدم القوالب دي كل قالب هو عبارة عن شوية أوامر متجمعة عشان تسهل البرمجة. ففي حاجة اسمها بيلت ان دراورز. البيلت ان دي معناها ان هي موجودة اصلا قبل ما انت تبتدي تعمل برنامج، فبنسميها قوالب برمجية عامة. وفي حاجة اسمها سبيسيفيك دراورز اللي هي عبارة عن القوالب البرمجية الخاصة بالأجزاء اللي حضرتك هتحطها أو اللي أنت هتحطها في منطقة الفيور في الديزاينر. هنا برضو في منطقة اسمها فيور، بس هنا تختلف عن الديزاينر في إن هنا اللي بيظهر فيها القوالب اللي احنا هنستخدمها، وهيبان طبعا واحنا بنعمل برنامج النهاردة ازاي هنستخدمها. طيب أنا دلوقتي عايز ابتدي أعمل برنامج. لما ابتدي أعمل برنامج ايه الخطوات اللي انا بعملها عشان اجي اعمل برنامج؟ ازاي اعمل تطبيق؟ احنا عندنا 3 شخصيات هنا، الولد ده زياد والبنت دي فرح، وده التطبيق الاندرويد. زياد هيفكر في فكرة برنامج، يعني انا اول حاجة بفكر انا عايز اعمل برنامج، البرنامج ده فيه ايه؟ طيب وبعدين كده بعد ما افكر في فكرة البرنامج محتاج ان حد يحول الفكرة دي لتصميم واوامر، يعني شكل موجود في الديزاينر واوامر موجوده في البلوكس. طب وبعدين بعد ما عملنا كده محتاجين الاندرويد ان هو يطبق التصميم والاوامر دي، فكده نبقى احنا عملنا تطبيق. يبقى هنا زياد هيفكر في فكره وهيتحول لديزاين اللي هو التصميم، وبعد كده يتم التطبيق اللي هو الابليكيشن. هي دي الخطوات ال3. طيب تعال نشوف فكره النهارده. التطبيق هيقول هالو وورد وبعدين يسألك عن اسمك ايه، فتقول له اسمي فلان، اسمي زياد مثلا، فيرد عليك اهلا زياد. طب وده هنعمله ازاي؟ احنا هنعمل برنامج او تطبيق باللغة الانجليزية، فعايزين نحول الكلام ده للغة الانجليزية. هيبقى فيه هالو مكتوبة في ليبل، وبعدين يسألك واتس يور نيم برضه في ليبل، فانت ترد عليه اسمي زياد. مش هينفع تبقى في ليبل، هتحطها في تكست بوكس لان هو ده المكان اللي البرنامج ممكن ياخد منه كلام منك انت. طيب البرنامج او التطبيق او الاندرويد مش بيعرف ان انت خلصت كتابه غير لما تقول له. بالنسبه لبرنامجنا بتاع تطبيقنا بتاع النهارده لازم نقول له احنا خلصنا، فهنعمل زرار بوتن نقول له اوكي. اول ما هنقول له اوكي يقوم هو ظاهر لنا على الليبل ايه؟ هالو زياد. طبعا واضح من ال3 حاجات اللي احنا شفناهم النهارده ان في ليبل اللي هو بيقول لنا فيها كلامه، تكست بوكس اللي احنا بنقول له فيه كلامنا، بوتن ان احنا بنفهمه ان احنا خلصنا الكلام. نبتدي نشوف البرنامج ده هيتعمل ازاي. هنخش الاول على المصمم الديزاينر ونبتدي نعمل الشكل. نفتح البرنامج اهو زي ما هو شايفين AI2 App Inverter MIT. تمام. هنيجي على بروجكتس ونختار Start New Project،
وهنكتب اسم البروجكت. احنا قلنا هنسميه هالو وورد، نكتب هالو وورد. طبعا ما بنسيبش مسافات في الكتابة. بعد ما كتبنا الاسم بيفتح لنا الصفحة زي كده. بيبقى اول حاجة موجودة هي سكرين 1 اللي هي السكرين اللي قدامنا دي. بنبتدي احنا نختار المكونات اللي اتفقنا عليها. اتفقنا ان احنا هنختار في لما جينا نصمم، لما فكرنا قبل كده فرح قالت هنختار حاجة نكتب فيها هالو الاول، اللي قلنا هتبقى ليبل. يبقى انا محتاج ليبل، بدوس عليه واسحبه هنا كده، ده ليبل. بعد كده بحتاج كمان تكست بوكس، ومحتاج كمان ليبل، ومحتاج كمان ليبل، وقلنا هنحتاج بوتن. كده احنا جبنا كل المكونات حطيناها في الشاشة زي ما احنا شايفين بتاعة الفيور. وطبعا كل المكونات دي موجودة في حاجة اسمها يوزر انترفيس. تمام، احنا ما استعملناش لغايه دلوقتي غير كل الحاجات من يوزر انترفيس. طيب انا الحاجات شايفها على جنب كده، عايز اجيبها على النص، عايز اجيبها في الوسط. فبعمل ايه؟ باجي عند السكرين وبلاقي هنا في خصائص سكرين هلاقي حاجه مكتوب فيها align horizontal و align vertical. هنخليهم الاتنين سنتر، هنخليهم الاتنين سنتر. دلوقتي بقى عندي كده الحاجات كلها في السنتر. حاجة أنا عايز أول واحدة دي، أول ما يفتح البرنامج يقول للشخص اللي بيفتحه هالو وورد. يبقى هنا هنكتب مكان التكست، هنا التكست ده هو اللي بيظهر في المكان ده، فبنقول هالو. المرة دي بنكتب عادي زي ما احنا بنكتب، بنسيب مسافات عادي، لأن هنا دي حاجة للظهور للمستخدم. أدي هالو وورد. طيب أنا شايف إنها صغيرة عايز أكبرها، بدور على الفونت سايز وابتدي اغير الفونت سايز، مثلا خلينا نعمله 20. خلاص بقت كبيرة. نيجي على التانية، هيسأله هنا what's your name، برضو خلينا نخليها 20 ونكتب له في السؤال ده what is your name. على فكرة احنا ممكن نكتب العربي، بس انا حابب ان احنا نستخدم اللغة الانجليزية عشان يبقى كمان نقدر نتعامل مع بقية اجزاء البرنامج، لان مش كله ينفع بالعربي. هو هنا بيسألني what's your name، كتبناها، ومجرد ما ندوس في اي مكان هتظهر what's your name. طبعا what's your name لانها سؤال فمحتاجة علامة استفهام، نحط علامة استفهام وهنا تمام. طيب انا هسأل what's your name، المفروض انه هيكتب اسمه هنا. طيب المكان ده اللي هيكتب في الاسم برضو عايزينه يبقى الخط بتاعه كبير 20 وواضح يعني. بعد كده بعد ما نكتب الاسم هنا المفروض ان هو هيرد عليا يقول لي هالو فلان. هالو فلان دي هتتكتب في التكست في الليبل اللي تحت، فهو عايزين نفضيه عشان يبقى جاهز ان هو يكتب فيه. ما فضلناهوش برضه مفيش مشكله، لكن هنفضيه. خلاص ده اللي بعد كده الزرار. انا عايز البوتن ده ادوس عليه اقول له ان انا خلصت كتابه اوكي، يبقى انا هكتب عليه ان انا اوكي، وبرضه نخلي الخط بتاعه كبير زي الباقيين عشان يبان. هنا بقى في شوية حاجات ممكن اعرفها، يعني انا ممكن اي واحد من دول اقدر في اعمل فيه زي ايه، ان انا اغير اللون مثلا، اللي انا اخلي الخط بولد تقيل او خفيف، مايل او مش مايل، فخلينا نعمله تقيل ومايل. تمام، خلاص كده احنا عملنا كل حاجة في منطقة الديزاين. بقى كده البرنامج الشكل بتاعه الخارجي الديزاين باين. بعد كده نتنقل لمنطقة البلوكس، وهتلاقي هنا ادي كلمة ديزاين، احنا هنتنقل للبلوكس فندوس على بلوكس. طيب ايه اللي انا عايز اعمله؟ احنا اتفقنا ان احنا عايزين لما نكتب نضغط على الزرار فنقول له ان احنا خلصنا. تمام، يبقى انا اول حاجة هتعامل معاها هي البوتن اللي عندي. البوتن انا هدور عليه الاقي اهو البوتن اهو. البوتن ده انا هعمل عليه ايه؟ هدوس عليه يعني كليك، يبقى وين بوتن كليك اعمل كذا. هنقول له نقوم ساحبين دي في منطقه الفيور، يبقى انا عندي وين بوتن كليك هيعمل ايه؟ المفروض ان هو هيقوم كاتب لي هالو فلان. طب احنا جبنا الاسم منين؟ الاسم جبنا ايه؟ التكست اللي اتكتب. فين التكست؟ ممكن نجيب التكست اللي اتكتب، نلاقي كلمه تكست بوكس تكست اهي.
طب ما هو في كذا حاجة، لا احنا عايزين نجيبها بس احنا مش هنعمل فيها حاجة، فاحنا هنجيبها بس كده. طيب واحنا جبناها كده هناخدها فين؟ احنا عايزين نكتبها في الليبل 2، يبقى نشوف الليبل 2. الليبل 2 هنعرفه بانه الليبل 2 يبقى فيه تكست. نجيبه منين؟ يبقى set label to text to ايه؟ to التكست ده. طب ما احنا عايزينه كمان يقول له هالو، يبقى احنا محتاجينه يكتب كلمة قبل ما يكتب الاسم. هو هنا هيجيب الاسم بس، فنقول طيب اوكي انا عايز هالو، يبقى ده كلام، يبقى جاي من تكست. الكلمة دي انا اللي هكتبها، يبقى بجيب تكست فاضية. طب هكتب له فيها ايه؟ هكتب له فيها هالو قبل ما يكتب اسمه، يبقى انا هكتب كده هالو قبل ما يكتب اسمه. طب انا عشان احط دي محتاج هنا يبقوا الاتنين يتحطوا، فمحتاج وصلة. هندور على حاجة في التكست تكون واصلة عشان توصلهم الاتنين اهي. يبقى انا هجيب كده، يبقى انا هكتب له الاول هالو، وهاجي احط معاها بعد كده التكست اللي هو فيه اسمه، والاتنين دول ارجعهم جوه الليبل. يبقى انا كده خلاص عملت ايه؟ لما هدوس على الزرار هاتلي في الليبل التكست اللي اتكتب وقبليه كلمة هالو. طيب احنا عايزين بقى نبتدي نجرب الكلام ده. نرجع للابليكيشن اللي احنا قلنا عليه، هنقرا بيه الشاشة او ناخد الكود ونبتدي نستعرض، وهوريكم الكلام ده دلوقتي حالا. للابليكيشن اللي احنا قلنا عليه هنبتدي نشوف الابليكيشن. زي ما انتم شايفين كده هنكتب الاسم وبعدين ندوس اوكي، هتلاقي بيقول له هالو زياد. تمام، هو ده البرنامج النهارده، وشكرا، واشوفكم ان شاء الله بكره في كود for 5 minutes a day. السلام عليكم.